النادي الأهلي طول عمره بيدار بالمبادئ، النادي الأهلي ما بيدارش إن هو خايف إن صفقة تضيع أو إن فلوس من صفقة مش هتيجي. النادي الأهلي يا جماعة مش نادي استثماري علشان يبقى حريص قوي على الفلوس اللي هتيجي من النادي الأمريكي. النادي الأهلي عنده مبادئ وعنده قواعد ماشي عليها، وهي دي اللي بيدار بيها النادي الأهلي. ومش هيجي لاعب يلوي دراع النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما فوق كل الأشخاص. النادي الاهلي هو اللي بيفرض شروطه على اللاعب. وبالنسبه للناس اللي بتطلع تقول لك ما خلاص بقى سيبه وسيبه يمشي وسيبه يمشي باي مبلغ، احنا مش عايزينه. ايوه احنا مش عايزينه، وانا قلت هنا قبل كده ان انا مش عايزه في النادي الاهلي. بس يا جماعه لازم يمشي بشروط النادي. انت متخيل معايا ان النادي الاهلي لو سابه يمشي بشروطه هو هيفتح علينا باب مش هيتقفل بعد كده؟ كل لاعب هيجي يقول لك بعد كده يا اما تزودني يا اما هجيب عرض وامشي. هيبقى دايما قرار اللاعب اعلى من النادي الاهلي هتقل هيبته قدام اللاعبين، وده ما ينفعش يحصل يا جماعه. وسام ابو علي لازم يمشي بشروط النادي الاهلي، والا يفضل مرمي على الدكه طول مده عقده ال4 سنين وما يشمهاش تاني لغايه ما ينسى الكوره. ولو عايز يعتزل يعتزل، مفيش اي مشكله خالص. بس عشان تمشي من النادي الاهلي لازم تمشي بشروط النادي.